معاكم نورة حلمي من موقع وصفات أكل عربية. النهاردة هنعمل لكم طريقة الزيتون الأخضر المملح. كلنا بنحب الزيتون الأخضر، بس كتير مننا ما يعرفوش ازاي بنملح الزيتون. دي طريقة سهلة جدا، جربيها معانا واستمتعي بعمل أفضل المخللات. المقادير بتاعتها سهلة جدا: كيلو زيتون أخضر كبير، 4 معلقة كبيرة كرفس ورق متقطع قطع رفيعة، 5 فص ثوم، 2 جزر مبشور، 3 فلفل حار، جزء عصير ليمون، وجزء خل أبيض، وهنفهمكم سوا النسب في الآخر. ومية مملحة عبارة عن 3 معالق كبيرة ملح خشن لكل كوب مية، وزيت خضار. وطريقة عمله سهلة جدا: بنغسل الزيتون كويس جدا وبنقطعه بطرف السكينة نصين بالطول. بننقع الزيتون في مية لمدة 3 أيام، وبنغير المية كل يوم لحد ما نتخلص من المذاق المر بتاعه. بندق الثوم ومعاه الملح والفلفل الحار وبنخلطه مع الجزر والكرفس. بعدين بنصفي الزيتون وبنشطفه كويس جدا، ونبدأ نرصه طبقات: طبقة زيتون وطبقة تانية من الخليط اللي هو الثوم والجزر والكرفس، وندوس عليه عشان ما يبقاش ما بينهم هوا خالص. نحط طبقة من قشر الليمون بين طبقات الزيتون والخضار، أو نحط القشر آخر طبقة فوق. نخلط عصير الليمون والخل والمية المملحة، بس لازم تكون النسب متساوية. يعني لو حطيت كوب من عصير الليمون هنحط عليها كوب من الخل، وهنحط عليها كوب واحد من الماء المملح، نفس النسب. وبعدين هنحط طبقة من الزيت من فوق، وهنقفل البرطمان كويس جدا، وهنقفله لمدة شهر على الأقل. والأحسن إن احنا نسيبه مدة أطول، لأن كل ما هنسيبه أطول النتيجة هتكون أفضل. ونسيبه في مكان بارد وجاف وبعيد عن الضوء، وبألف صحة وهنا. هتدوقوا أحلى زيتون من إيد مطبخنا. كان معاكم نورة حلمي من موقع وصفات أكل عربية.